الزمالك قدم شكوى في احمد شوبير علشان بيعترض على اساءات جمهور الزمالك في زيزو. ده يرجعنا لمحمد لعبه لاعب الزمالك في كرة الطايرة اللي عمل اشارة بذيئة لجمهور الاهلي وما تعاقبش. هاني شكري عضو مجلس ادارة نادي الزمالك اللي قال للاهلاوية ولاد احبة، وافهمها بقى انت، ما تعاقبش. اللي كان بيعملوا شيكابالا طول السنين اللي فاتت من استفزاز جمهور الاهلي وبيعيشوا دور الضحية ان هو المظلوم. لما تيجي تكلمهم يقول لك طب ما انتوا كنتوا بتشتموا حسن شحاته، بيرجعك للثمانينات. ها، طب ايه اللي حصل لما جمهور الاهلي شتم حسن شحاته؟ رغم ان كان ردا على شتيمه جمهور الزمالك في محمود الخطيب، وكانوا بيجيبوا دميه على شكل خنزير وبيلبسوها فرو كبير كده ويكتبوا عليها رقم 10 قصدهم على الخطيب. الخطيب خد حسن شحاته من ايده وراح لجمهور الاهلي والموضوع انتهى. زي ابو تريكه ما كان بيتشتم من غير سبب وعمره ما عمل لهم حاجه، والخطيب بيتقال حرامي ساعات وعمره ما جاب سيرتهم ولا شتمهم، وصالح سليم اللي بيتسب عمره ما كان اساء اليهم، بالعكس ده كان بيقول ان استاذه هو حلمي زموره، وهو لما كسب في الانتخابات راح زاره جوه نادي الزمالك مش العكس. احنا عايشين مع ناس معقده نفسيا عندهم نظريه استحقاق ان هم يشتموا براحتهم، وفرق كبير بين تعامل ادارات ومسؤولين الزمالك والاهلي. يعني لما شتموا امام السنه اللي فاتت بزوجته وامه، وكتر خيرهم يعني عرفونا اسامي زوجات اللعيبه عشان يشيروهم اكتر، زي ما عملوا مع يارا نعوم مرات عماد متعب. بيطلع الزمالك بيان بيعترض ان جمهوره اتعاقب عشان شتموا مرات امام. الخطيب بقول لك عمل ايه لما هو حسن شحاته اتشتم؟ اخده من ايديه وراح للجمهور. هو ده اللي بيعمله مسؤولين الاهلي، احنا ما بنقبلش بقله الادب. وكانوا اول السيزون عايزين يلغوا عقوبه وقف الجماهير، طبعا دي كانت متفصله مخصوص للزمالك لان العقوبه الماديه احنا عارفين الزمالك ما بيدفعش حاجه. بقول لك ما انت كنت بتشتم رمضان، كنت بشتم رمضان اقول له الطموح، هو الطموح دي شتيمه. وحسام حسن اللي راح استفز الجمهور لاعب فيوتشر وطلع اعتذر لما الجمهور قال له العبيط اهو، انت عايز تقارن العبيط اهو بالخوض في عرض زيزو؟ ويقولوا علينا احنا بقى نادي عامة الشعب والعوام والسوقة وهم نادي الصفوة. صفوة الرقاصة يا باشا، صفوة الرقاصة.